ما ينفعش الرئيس يطلع للناس يوم الثلاث بالليل يقول لا يحكم مدني في عهدي عسكريا وفي ناس محكوم عليهم الصبح. ده ما ينفعش. مش ده عهدنا بيكو. عهدنا بيكو انتوا ناويين تعملوا ثورة حقيقية. فثورة حقيقية يعني خلاص بقى نعيش بقى في جو نضيف. انما الجو ده مش ولا بد، ده جو مريب. خاصة احنا النهارده جاينا الناشطة العزيزة منى سيف عشان خاطر تكلمنا في المحاكمات العسكرية. مش تكلمنا عن المحاكمات، عن اللي هيتكتب في الدستور. لان الدستور 54 في نص رائع، هو ده اللي احنا عايزينه. دستور 54 مش حاجة تانية. بص دستور 54 في المادة 20 قايل كلمة ورد غطاها: حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ونقطة. حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ونقطة. شوفوا بقى الدستور اللي هم بيقعدوا اللي هم عملوه سنة 12 وهم جماعة الإخوان. قلنا لهم يا جماعة بلاش المحاكمات العسكرية، عملوها وشربوها هم دلوقتي بيتحاكموا بيها، شربوها هم. في مادة: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم. دي المادة 198 في دستور 12. القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التي تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري. المفروض يحط نقطة، حط مصيبة. قال لك إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم فتحوها على مصراعيها. المفروض يقولوا ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري ويروحوا حاطين نقطة، خلصت الحكاية خلاص. لا، قال لك إلا دي بقى خلاص، إلا في الجرائم التي تضر القوات المسلحة. ودي بقى قول فيها زي ما أنت عايز. واحد ماشي من قدام معسكر جيش ورمى صفيحة زبالة، دي جريمة تضر بالقوات المسلحة ما تضرش حسب ما القانون، ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. ده في الدستور 12. في دستور بقى جديد اللي هي المسودة اللي بيشتغلوا عليها: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. دي المادة 173. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري. حلو قوي، حط نقطة بقى وخلصنا يا أخي، خلصنا يا أخي من الظلم ده. الرئيس بيقول لازم المواطن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي. شيكابالا اتخانق مع واحد قاعد لابس تيشيرت أحمر وبنطلون، طلع ظابط، فشيكابالا مطلوب في المحاكمة العسكرية. ازاي؟ انا مش على شيكابالا، يعني انا اهلاوي لكن طبعا شيكابالا مواطن. انا اعرف منين ان ده ظابط؟ جه ظابط معدي كده وراح قايل لي كلمة بايخة، ضربته بالكوباية، عصبني، رحت ضربه بالكوباية. اروح محاكمة عسكرية؟ لو لابس بدلته فيها كلام. البدلة بتحميه، لان هو كمان لما يلبس البدلة لازم يلتزم في سلوكه. هو كمان لما يلبس البدله لازم يلتزم في سلوكه. يعني سلوك الضابط غير لما يكون لابس افندي كده زينا، غير لما يكون لابس عسكري. لما يكون لابس عسكري لازم يلتزم في سلوكه عشان يحترم البدله بتاعته، عشان انا احترمه. انما الراجل اتخانق مع واحد لابس تيشيرت احمر، قال له ده انا اهلاوي، فالتاني قال له ده انا زملكاوي، فراح مطلوب بقى، فلاقي شيكابالا مطلوب. مش دفاعا عن شيكابالا، القضيه مش شيكابالا خالص. القضيه ممكن اي مواطن، اوعى حتى تضحك وتتريق لانك اهلاوي ومش يهمك شيكابالا، او لانك انت شايف الموضوع خفيف لانه في شيكابالا ورياضه وبتاع وكوره وكلام فاضي. لا، ده ممكن تحصل لك، تحصل لاي حد فينا. يعني ده ما ينفعش. حط نقطه، ما حطش نقطه. ولا يجوز محاكمه مدني امام القضاء العسكري، ما حطش نقطه. قال لك الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم. افتح يا عم زي ما انت عايز. دي المادة المعروضة امام الدستور الجديد، ودي اللي احنا نتناقش فيها مع منى سيف النهارده، واللي اتمنى
ان يلتفت اليها الرئيس ويلتفت اليها اعضاء ال50 بتوع الدستور، انه ما ينفعش يحاكم مدني امام المحاكم العسكريه. يا جماعه ما ينفعش، ما ينفعش. ثوره 52 لما عملوا ثوره حقيقيه راحوا مطلعين وحظر محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه، وفي نقطه خلاص. واحد لابس بدله وتخانق مع واحد لابس بدله او لابس بنطلون جينز وقميص، يتخانقوا مع بعض يروحوا القسم. اعدموا بالقانون، مش بالقانون غير الطبيعي. عايز تعدمه اعدمه، انا ما بقولكش حاجه، بس بالقانون الطبيعي بقضيه طبيعي. انا مش بقول لك طلعوا براءه. شيكابالا غلط في الراجل ياخد له 6 اشهر ماشي، بس بالمحاكمه الطبيعيه اللي القاضي الطبيعي اللي من حقه يبقى في استئناف وفي قضاء وفي نقض وفي بتاع كل الاجراءات الطبيعيه. لما يروح محكمه عسكريه يروح خابطينه 2 عشان يتخانق مع واحد لابس تيشيرت احمر، ينفع الكلام ده؟ ده بقى مش شيكابالا، ده اي مواطن ماشي في الشارع. وانتوا عارفين، وارجو ان ما حدش يزعل مني، عارفين بعض الضباط بيستغلوا الناس ازاي. بعض الضباط مش كلهم، وبيعملوا فيهم ايه، خاصه ضباط البوليس مش ضباط الجيش. ضباط الجيش ما فيش احتكاك بينهم وبين الجماهير قوي، بس كمان انا مش عايز ادي امتياز لضابط الجيش انه يبقى قاعد في حته وحاسس انه اعلى من الناس. لا، مفيش حد اعلى من حد. طالما انت خارج كتيبتك بقيت مواطن، مفيش حد اعلى من حد. هو الامتيازات انا احب اديله امتيازات، انا احب ادي لضابط الجيش شقه، واحب اديله عربيه، واحب ادخل ولاده مدارس مجانيه مستوى راقي. احب اريحه في حياته جدا عشان يقدر يديني، عشان ده راجل بيروح يقعد في الصحراء بال20 يوم وبالشهر وبيتعب عشان خاطر حياتنا ووطننا وبلدنا وحدودنا. انما يهزق في الناس ده ما ينفعش. لا، مش ده ما ينفعش. فيبقى المحاكمه المدنيه لكل مواطن، وممنوع المحاكمات العسكريه. عايزين نرجع كده، حظر محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه ونقطه. وده اللي هنناقشه مع الاستاذه منى سيف. احنا عندنا منى سيف وعندنا احمد سيد النجار، وعندنا تقرير عن ارض رمل